في عام 1943 قدم الإمام الشهيد حسن البنا رسالة إلى معالي رئيس الحكومة والوزراء وقتها يبين أن الأقباط في مصر جزء من نسيج الوطن ومكون أساسي من مكونات الحضارة المصرية، وكان هذا ديدنه، وجعل في الهيئة التأسيسية أحد أقباط مصر. وحين توفي الإمام الشهيد رحمه الله غدرا في 12 فبراير سنة 1949 منعت الحكومة الملكية ووزير الداخلية إبراهيم عبد الهادي أن يشيع جنازته أحد إلا والده والنساء، فحمل جنازته النساء، وقامت الشرطة والجيش لتحرس هذه الجنازة حتى لا يشارك فيها أحد. وكانت الفضيلة لمكرم عبيد باشا الزعيم القبطي المصري تخطى هذه الحجوز الأمنية، وكان الوحيد من الرجال الذي صار مع الجنازة في الجنازة مع والد الإمام الشهيد حسن البنا. والآن الإخوان المسلمون يجعلون من الأستاذ القبطي رفيق حبيب نائبا لرئيس حزب الحرية والعدالة. هذه نظرة الإخوان إلى الأقباط في مصر، ومع كلمة الأنبا أرميا عدلي وكيل مطرانية شبرا الخيمة الذي عودنا بكلماته الخفيفة أن يمتعنا بها، فالكلمة له فليتفضل. باسم الإله الواحد الذي نعبده جميعا الذي لا شريك له. ما كنت أتصور يوما أنني أكون في مثل هذا المحفل الإخواني الجميل، ولكن ها هي الأيام تدور، وهي الثورة المفرحة التي أزالت هذا الجدار الحاجز بيننا كمسيحيين، ولا أستطيع أن أقول بينكم كمسلمين، ولكن بيننا كعائلة مصرية واحدة. أنا عشان ما أطولش، عشان أنا جاي مدفوع بحب كبير قوي، وعجبني قوي العنوان بتاع المؤتمر بتاع النهارده، عنا وعنكم. احنا بنسمع عن الإخوان ولكننا لم نسمع من الإخوان. هذا العنوان شنف أذني بكلمات جميلة جدا، وانا جاي كان البعض يتصور انني محاط بمجموعة من المسيحيين خوفا على شخص مثلي. طبعا انتم فاهمين الكلمة دي كويس قوي، ولكني صدقوني انا لم آتي الا بمفردي، وهسجل اعتراضين صغيرين عشان اسمع ابائي واساتذتي الافاضل افضل من اللي هتسمعون منهم. الاعتراض الاول على كلمه وحده وطنيه او كلمه نسيج واحد. النسيج الواحد من الممكن ان تفصل بين خيوطه، ممكن قلب يقطع، ما هي نسيج، وده ما احدثه النظام الدائم. والوحده الوطنيه، الوحده تكون بين اثنين او اكثر، ولكن نحن واحد. انا افضل كلمه عجينه واحده، وقبل كده انا قلت، وكان الدكتور البلتاجي موجود، وكنا احنا والدكتور البلتاجي متباعدين بعد المشرق عن المغرب، ولكن نشكر الله الحمد لله اصبحنا اقرب بكثير، يعني اقرب الى نفسي واقرب الى روحي. العجينة الواحدة هي مكوناتها الأساسية هي مجموعة
من حبات القمح التي تكونت من سنابل قمح من أكثر من سنبلة، من أكثر من حقل، من أكثر من بلد، ولكنها تكونت وطحنت وأصبحت عجينة واحدة. وأتحدى إن كان أحد مهما كانت عقليته ومهما بلغ من الحكمة أن يفصل بين حبات القمح هذه، مستحيل. دخلت نار وأصبحت خبزة جميلة. ما اقدرش اقول الحبايه دي اللي تألمت ولا الحبايه دي اللي اتطحنت اكثر، ولكن كلها لما اصبحت خبزه. فانا افضل ان احنا عجينه واحده. وعلى فكره انا حضرت مؤتمرات كتير كان فيها العدد يمكن ما يجيش واحد على 100 من الحاضرين قدامي. يمكن حد يفكر ان انا خفت اترعبت من العدد اللي موجود. ممكن معلش سامحوني انا بتكلم ببساطه شويه. اصل انا احب اللمه والزحمه كده، الواحد حاجه حلوه خالص. لكن اول ما شفت الزحمه دي كلها اول حاجه خطرت في بالي كلمه الاقليه، الكلمه المفزعه اللي دايما يهاجمونا بيها، الاقليه. حتى وان كنا ونحن اقباط اقليه من الناحيه العدديه، انا النهارده انبسطت هروح انام واشخر. ده انا عندي اخوات كتير قوي اهو الحمد لله، كتير. وإن كنا من الناحية العددية قليلين، ده احنا كتار بيكوا قوي، ده احنا نباهي الدنيا بحالها، العالم كله. من يستطيع أن يفصلنا إن كانت المحبة خالصة؟ مستحيل. نحن جئنا لنمد يد الحب، واحنا محبتنا خالصة. طبعا واحد دلوقتي يقول ده القسيس ده هيقول الحب وبعدين طلعنا مقصرين. لا، ثقوا تماما ان كنت امد يد الحب فانا واثق ان هناك ايادي كثيره ممدوده لنا بالحب اكثر. انا واثق بحبكم، انا واثق في دي. وان كان هناك جدار قد فرضه الزمن بفعل فاعل، ولكن اليوم انهار هذا الجدار بدليل ان احنا الحمد لله موجودين مع بعض. قسيس في وسط افاضل من العلماء المسلمين، من الاخوان المسلمين او من غيرهم، موجود في وسطكم، اتمتع بحبكم. كنا زمان يعني هو من زمان قوي، من كام شهور كده، من قبل 25 يناير كنا نسمع عن الاخوان المسلمين. وللاسف كنا نسمع ما يود الاخر ان يسمعنا اياه. فكانت هنا الوقيعة. وللأسف ربنا ادانا أذن وميز الإنسان فعقل، ميزه عن كافة الخلائق، ولكن استطاع هذا المفسد أن يفصل. صدقوني احنا كنا نقابل بعض، أنا بقول سامحوني المرة المليار، كنا نشوف بعض الإخوة الأفاضل المرتاحين. ما تزعلوش مني الله يخليكم، أنا بحبكم. كنا نخاف. ده الفكر اللي قلنا. لكن النهارده انا خايف. انا قلت لكم انا اروح انام، ليا اخواني كتير. كنت الاول احضر في المؤتمر المسيحي في مين؟ في جرجس، في شوي، في عبد المسيح. النهارده حاضر معاكم الحمد لله في جرجس، في عبد المسيح، في محمد، في حسن، في شيماء الطفله الجميله اللي كانت موجوده جنبي، في خديجه وفي زينب. خلاص دول اخواتي، خلاص. خايف من ايه؟ مفيش. لان المحبه تطرد الخوف. دي المحبة الخالصة. دايما كنت لما انتقل مع الدكتور منير وفين يا سرحان حبيبي قوي الدكتور، ودايما نداعب بعض.
اخر نكته هقول لكم الدعابه كنا بندعبها مع بعض، كانت دايما الدعابات تشمل قسيس وشيخ. انا هسيب الدعابه الاولى ليه؟ اما الدعابه الاخرى هي ممكنه دعابات ولا ممنوع؟ وانا عايز اعرف لحسن اغلط. انتوا عارفين ان احنا في الكنيسه الشعار بتاعنا الجرس، مش كده؟ الشعار بتاع خط المسلمين الاذان. فابونا صاحبه زي الدكتور مدير كده، اصحاب مع بعض، اشتروا موبايل شرك ايام ما كانت الموبايلات غاليه. طول النهار ابونا ماسك الموبايل، الو 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 الو. فصاحبه قال له يا ابونا في ايه؟ هو طول النهار قال له يا فضيلتك انا ضحكت عليك في حاجه، هو التليفون ده بيرن ولا بيقدم؟ طبعا دلوقتي الحمد لله التليفون بتركب فيه جرس، بتركب فيه اذان، بتحط له كنترول وتعمل اللي انت عايزه، بقت حلوه خالص. صدقوني ما احلاها الجلسه الممتعه معكم. وكده نسترجع كلمات الكتاب المقدس اللي في المزامير اللي بيقول ما احلى وما اجمل ان يجتمع الاخوه معا. ما احلاها هذه الجلسه الممتعه. مش هطول عشان انا عايز زي ما انتم عايزين، بس انا عايز اكتر منكم اسمع العلماء الافاضل. اشكركم على هذه الدعوه واشكر كل الحضور. وانا النهارده انا بقول لكم كلكم احنا اخوات، مفيش حاجه تفصلنا عن بعض، مفيش حاجه تخوفنا من بعض. اذا اختلفنا لينا لقاءات نحط فيها الاختلافات على هذه الطاوله، نتحاجج زي ما بيقول عندنا الكتاب المقدس، هلما نتحاجج يقول الرب. ربنا بيقول لنا ان اختلفنا نتحاجج، كل واحد يطرح الحجه بتاعته واللي حجته اقوى يقبل، ويقبل دون زعل ودون حزن ودون رياء. المحبه الخالصه تبني. اشكر الداعين لي لهذا المكان المبارك، اشكر العلماء الافاضل الذين يمكن عشان جهلي ما اعرفش اساميهم، معلش انا اسف. واشكركم كلكم. لا دكتور بيلتقي صح، اهلا بس عرفت دلوقتي، ربنا خلى حضرتك نسيت. متشكرين خالص، دول اعلام افاضل، ناس بركه. نتمنى ان احنا نتواصل ونلتقي ونرفع رايه مصر امنا الحبيبه اللي احنا بنحبها من كل قلبنا، ومسلمين ومسيحيين. واتذكر ما قاله احد المطربين الذي كان يغني لحبيبته. نحن نتغنى لحبيبتنا كلنا مصر، فبيقول كده، بيقول ايه؟ لو مر سيف بيننا لا ادري اسال ذنبي ام دمك. وانا بقول نفس الكلام النهارده. احنا كعجينه واحده، لو مر سيف بيننا، وده مر على فكره كتير على مر العصور، وياما حروب قامت وياما زوابع قامت وسال فيها دم المسلم والمسيحي معا، لا يفصل ولا يستطيع احد ان يميز بين دم هذا وذاك. جمعكم الله دائما على المعروف وعلى الحب. متشكر خالص لسماعكم، وارجو الاخطاء ما تزعلوش، لكن انا في الاول والاخر بحبكم.